أو ده حقيقي اللي لازم نسميه خلاط بلدوزر، خلاط هافار 8000 واط زي ما انتوا شايفين كده، كبة، خلاط، مطحنة، محضرة طعام، مضرب بيض، كمان عصارة برتقال. أول حاجة جبت منجاية بذرتها، ومفيش حد طبعا بيشرب المانجا بذرتها، ولكن حبيت ان انا افرمها لكم عشان اوريكم قوة موتور الخلاط نفسه قد ايه. 8000 واط زي ما قلت لكم، التروس بتاعته معدن، وكمان تدخلي فيه قالب التلج يطلع معاكي مجروش يا جماعة. وزي ما انتوا شايفين كده، لا ليه اثر للمنجاية ولا كمان البذرة اللي اتفرمت جوه، عشان كده تقدري تجيبيه بكل اريحيه. الشفشق بتاعه او الدرق بتاعه مقاوم للكسر، يعني لو رزعتيه في الارض مش هيجراله اي حاجه. وزي ما انت شايفه كده طبعا في سرعه تربو، وفي السرعات بتاعته، البكره دي فيها السرعات بتاعتنا، وفي زرار اوف واون عشان تفتحي وتقفلي الخلاط وانت شغاله بكل اريحيه. وزي ما انت شايفه كده بنضرب فيه عصير الطماطم، لا بذور ولا قشور ولا اي حاجه، يعني تفرمي فيه الحديد. طبعا زي ما انتم شايفين كده كمان هنحط فيه المطحنه بتاعتنا. يبقى كده الجزء الثاني هي المطحنه او طحانه التوابل، وتقدري تطحني فيها السكر، تقدري تطحني فيها كل انواع الحبوب، خطيره جدا، وبتتحكمي في نعوميه او خشنيه التوابل بتاعتك من طبعا السرعات الموجوده معاكي. هنحط برضو الكبه بتاعتنا، وبيبقى كده احنا معانا استخدامتين: الخلاط، المطحنه، الكبه. الكبه طبعا تقدري تفرمي فيها الفراخ، اللحمه، البصل، الثوم، اي حاجه عايزه تفرميها في الكبه دي، هي خطيره. انتوا عارفين يعني ايه جهاز 8000 واط؟ يعني بصراحه ما شفتهاش في اي جهاز واحد. نيجي برضو للعصارة بتاعتنا، بنركب الجزء دون عشان نعصر البرتقال بتاعنا بكل أريحية. وبكده هنكون احنا يعني دخلنا في الاستخدام الرابع للخلاط. طبعا مفيش خلاط في الدنيا، طول عمرنا عارفين ان الخلاط درق ومطحنة، مفيش خلاط في الدنيا فيه كل الاستخدامات دي. وطبعا عايزة اقولك ان التروس بتاعتنا معدن، والموتور بتاعنا 8000 واط، وكمان عندهم شحن مجاني ومعاينة عند الاستلام، وعندهم كل قطع الغيار الخاصة بالمنتج. طلعنا عصير البرتقال من الخلاط بكل سهوله. تعالوا بينا هنا بقى نضرب الكريم شانتيه، ودي كانت بالنسبه لي السحر. يعني ايه هستغنى عن مضرب الكهرباء اللي دايما بيبقى الوات بتاعه قليل؟ يعني اقوى مضرب كهرباء هو 400 واط. متخيلين مضرب كهرباء 8000 واط تقدروا تضربوا فيه الكريم شانتيه، تقدروا تعملوا فيه السبونج كيك، تقدروا تعملوا فيه كل انواع الكيكات. خطير يا جماعه. طبعا بالنسبه لتماسك الكريم شانتيه او السبونج هيطلع معاكي خطير وكريمي ومتماسك لاعلى درجه. وطبعا يعني زي ما انتم شايفين كده الحاجه بتتكلم عن نفسها، والمنتج يا جماعه بيتكلم عن نفسه. عايزه اقولك ان هافار عندها شحن مجاني، عندها معاينه عند الاستلام، وكمان عندها كل قطع الغيار الخاصه بالمنتج. دي بقى الاشاره السحريه اللي تقدري تبشري وتقطعي سلايزات فيها، يعني محضره طعام كامله. تحطي كده فيها الجزر تقطعيه سلايزات، او الخيار، او تحطي الكابوتشي عشان خاطر تفرميها، او تحطي الطماطم تقطعيها، او تعملي فيه اي حاجه. بطاطس شيبسي طبعا بيكون خطير جدا جدا. وبكده اكون استعرضت معاكم كل استخدامات الخلاط بتاع هافار 8000 واط اللي بيكون فيه 6 اجهزه في واحد. عشان كده قلت لكم لازم نسميه الخلاط البلدوزر يا جماعه. طبعا هسيب لكم لينك هافار في اول تعليق. وزي ما قلت لكم انا حابه افكركم ان الدورق ضد الكسر، التروس بتاعتنا معدن مقاومه للصدى. وزي ما انتم شايفين كده دي كل الملحقات بتاعته. ان شاء الله تشتروه يكون على ضمانتي باذن الله.